قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مر معنا بأن الشهادة هي الإقرار على علم، الإقرار على علم، وشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم شهادة، وقد شهد الله عز وجل بها وهو أعظم شاهد، فشهد الله عز وجل لنفسه بأعظم شهادة أنه لا إله إلا هو. ومعنى لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم هناك آلهة كثيرة دون الله عز وجل لكنها كلها بالباطل، أما إله حق فليس ثم إله حق معبود بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والدليل قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي أقر الله عز وجل لنفسه أنه لا معبود حق إلا الله، ثم قرن شهادة الملائكة على شهادته جل وعلا، وقال والملائكة وهم أعظم الخلق قدرا وعددا ولا يحصيهم إلا الله عز وجل وكلهم مطيعون لله تبارك وتعالى، كلهم بلا استثناء شهدوا أن لا إله إلا الله. ثم أكرم الله أهل العلم بهذه الآية فقيل ما جاء في فضل العلماء أعظم من هذا الفضل الذي ذكر الله في هذه الآية، وهو أنه جل وعلا قرن شهادة العلماء أو عطف شهادة العلماء على شهادة الملائكة المعطوف على شهادته سبحانه وتعالى، فقال وأولو العلم. والمراد بأولي العلم هم علماء الشرع علماء الدين، فهم الذين شهدوا هذه الشهادة الحق التي شهد الله عز وجل بها قبل كل شيء، وشهد بها الملائكة الكرام البررة، فشهد بها أهل العلم قائما بالقسط، أي أن الله عز وجل قائم بالعدل، وأعظم عدل هو التوحيد، هو التوحيد. والله عز وجل يحكم بالحق ويحكم بالقسط، وكلامه حق من حيث الأخبار كلها حق يعني صدق، ومن حيث الأحكام كلها حق يعني عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام. وأعظم حكم حكم الله عز وجل به أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان الحق وأعظم حق قضى الله عز وجل به وحكم به أنه لا إله إلا الله اللي هو التوحيد، إذن يقابله أعظم ظلم وهو الشرك، لقوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. لا إله إلا هو كرر هذه الكلمة، وهذه الآية الوحيدة في كتاب الله عز وجل التي ذكر الله عز وجل فيها شهادة أن لا إله إلا الله مرتين. في آية واحدة قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.